كان في جهد كبير جدا بدايه من مستشار مرتضى لغايه مجلس الاداره، المنظومه الاداريه كلها. الحمد لله نجحنا امبارح ان احنا برضو ننهي الامور كلها الاداريه بشكل الحمد لله يليق باسم نادي الزمالك. ايدنا طبعا 25 لعيب، والنهارده وبكره ان شاء الله هيبقى في 3 لعيبه. بكره مين ال3 لعيبه؟ ان شاء الله يبقى موجود الونش محمود حمدي، وموجود ان شاء الله ستانلي وريكو باذن الله ان شاء الله لما الاستغناء تكتمل. والقائمه دي بدورها بتتنقل، بيبقوا جاهزين افريقيا هم ان شاء الله. يعني في جزء منهم طبعا غير مسموح افريقيا، اللي كانوا في المقصه وفي نادي انبي طبعا، لانه كانوا مقيدين في الكونفدراليه فما ينفعش ان هم يلعبوا في دوري الابطال. وفي الجزء الثاني ان شاء الله اخر ميعاد بكره 5/8 ان شاء الله في مكان رابع باذن الله هيقيد افريقيا. لكن الجزء الفني طبعا بقياده كابتن محمد صلاح ومؤمن وعلاء عبد الغني كانوا في تركيز كامل. الحمد لله احنا فصلنا الجزء الاداري عن الجزء الفني. في ثقه كامله في الناس اللي موجوده. ان شاء الله النهارده يبقى في بعض اللعيبه المنضمين حديثا هيكونوا موجودين، لان طبعا انت عارف جزء كبير من اللعيبه وكابتن طارق عارف يعني في الجزء التدريبي بقى لهم 3 أو 4 أسابيع، فبيخشوا مراحل بدنيه معينه. انما الاجهز بدنيا في الفتره دي ان شاء الله هيكون موجود باذن الله. كابتن اسماعيل، بس حاجه للتوضيح للناس كلها، في شوشره يمكن انا لاحظتها وانا ماشي وانا رايح وانا جاي. الناس يقول لك ليه في الوقت دوت ضميتوا لعيبه وليه مشيتوا لعيبه؟ يعني اللعيبه الموجوده دي هي اللي موجوده خلاص. يعني خلاص هي موجوده، ما فيش شوشره. يعني ما فيش حد الفرقه في قلق ان ما حدش هيتأيد او ما حدش هيلعب او في لعيبه جايه. لا، اللعيبه اللي جت واللعيبه اللي موجوده وهم دولت اللي هيكملوا المسيره مع نادي الزمالك. ده حبينا نوضح وانت هتاكد عليه. الحاجه الثانيه الاسماعيلي ومباراه الاسماعيلي، وخاصه صعوبتها ان الاسماعيلي واخد 6 بونت من النادي الاهلي في الدوري، واعتقد الاسماعيلي باي اسماء هو الاسماعيلي. طبعا يعني احترامنا الشديد للنادي الاسماعيلي وكان سبب من اسباب ضياع الدوري بالنسبه لنا. لكن المباراه النهارده ان شاء الله كلنا ثقه في لعبتنا. المباراه حاسمه، يهمنا جدا ان احنا نحافظ على البطوله اللي احنا حاملين لقبها. فاتنا بطوله الدوري لاسباب كتيره، لكن النهارده ان شاء الله تركيزنا الكامل باذن الله ان احنا ننهي مشوارنا لنهائي كاس مصر، وان شاء الله ناخد الكاس باذن الله. احترام شديد للنادي الاسماعيلي، وانا عارف ان المباراه صعبه جدا، وتقدير واحترامي للجهاز الفني بتاع نادي الاسماعيلي، لكن احنا كلنا ثقه في جهازنا وفي اللعيبه اللي موجوده ان هي ان شاء الله يعني توصل للدور النهائي ان شاء الله. اخيرا، ما دخلش كتير في تشكيله النادي الزمالك، يعني شوقي السعيد وعلي فتحي حتى لعب افريقيا، رمزي خالد متواجد مع الفرقه بشكل طبيعي. الاحتياطي هل هيبقى فيه مفاجات؟ لا، ما فيش مفاجات. يعني هو مؤمن وكابتن صلاح يعني اختاروا الاجهز فنيا، الاجهز فنيا والاجهز بدنيا. ففي لعيبه ان شاء الله على مراحل الاسبوعين اللي جايين هيخشوا بدنيا جزء، وطبعا كلنا ثقه في الجهاز اللي موجود ان شاء الله. يعني اختياراتهم الحمد لله كويسه، واللي هيبقى موجود النهارده الاجهز بدنيا وفنيا. اللي مش موجود طبعا بعيد بقاله فتره، فما نقدرش نغامر كمان باي صفقه ما تكونش فنيا وبدنيا لائقه 100%، اساس ان احنا ما نحرقوش برضو. يعني الموسم جاي طويل ان شاء الله، وكلهم يشتركوا ويأدوا دورهم لنادي الزمالك. ديك ومحمود حمدي وستانلي جاهزين من المباراه القادمه لنادي الزمالك ان شاء الله باذن الله. ان شاء الله يقيدوا بكره ان شاء الله ويكونوا موجودين باذن الله. التمرين امتى ستانلي؟ بكره او بعده كتير ان شاء الله. ان شاء الله بالتوفيق. ربنا يخليك. بشكرك. تحياتي، ربنا يخليك. كابتن سيف.